السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير، صباح السعادة، أحلى صباح على أحلى أخوات في الدنيا. النهاردة رجعت لكم فيديو جديد، فيديو بسيط خالص. بس أهم حاجة بقى قبل كل حاجة هنصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في كومنت حلو كده. وما تنسنيش بقى باللايك والشير والسبسكرايب للقناة، واللي أول مرة يشوف قناتي ما ينساش يفعل زر الجرس عشان يوصلك زغرته من قناتي بأي بوست أو فيديو أو بس أو أي حاجة أنزلها جديدة بمشيئة الله أقدمها معاكي في الفترة الجاية. النهاردة طبعا قمنا كده كنا احنا مع اننا في السقعة ومتكتكين وكسلانين. فطبعا عندي شوية مواعين وانتوا عارفين بقى ما كل المواعين بقى. فدخلت عليهم كده قلت ان انا اغسل بس المواعين واعمل الغدا وخلاص وكفاية عليا النهاردة بالذات، لان الايام اللي فاتت ديت كانت كلها برد وشتا وزي ما انتوا عارفين. طبعًا أنا قُمت زي ما قُلت لكم أهو مسكت حبّة المواعين الأول. بدأت إن أنا أغسلهم وأشطفهم كده إن أنا أفضّي الحوض من قدّامي، لإن طبعًا يعني لو قدّامِك مواعين بتحسّي بكسل كده وملل وكل حاجة. فأنتِ طبعًا أي حاجة في الحوض تحاولي إن أنتِ ترفّعيها قبل ما تبدئي في أي حاجتِك الأساسية. حاجتِك الأساسية اللي هي بقى إن إحنا طبعًا نبدأ بالفيديو بتاعنا، إن إحنا نبدأ في مثلًا نعمل الغدا بتاعنا، نعمل حاجة كده. ف أهم حاجة يعني إن إحنا نبدأ يومنا جامد بكده. طبعًا طبعًا بقى خلاص إن أنا كده خلّصت المواعين بتاعتي كده، بدأت إن أنا أخلّصها بقى، أمسك طبعًا الحوض ده أشطفه شطفة حلوة خالص بالليفة كده والصابونة. وكان طبعًا معايا فراخ النهارده، إن أنا هاعمل النهارده غدا النهارده صينية بطاطس بالفراخ. هنبعد بقى عن الشوربة والحاجات دي كلها، فقُلنا بقى نعمل صينية بطاطس بالفراخ. هابدأ طبعًا إن أنا معايا كمية بطاطس كده، زي ما أنتِ تحبي إن أنتِ تعملي الكمية اللي أنتِ عايزاها. وهابدأ إن أنا أقشّرها. بالذات طبعًا البطاطس الأيام دي، طبعًا إحنا عارفين البطاطس الأيام دي رخيصة، رخيصة. بس بس يعني مش معنى إن هي رخيصة بس مش كويس، مش حلوة. يعني مش حلوة كده في التقشير في الحاجات دي كلها. فطبعًا أنا باجري طبعًا الفيديو عشان إن أنا ما اطوّلش عليكم. فضلت بقى طبعًا إن أنا خلّصت البطاطس بتاعتي غسلتها غسلة حلوة، وجبت الفراخ طبعًا. وخرّطت بصلاية كبيرة خالص طرنشات، وطماطماية برضه كبيرة طرنشات. وبدأت بقى إن أنا أحط لها بقى البهارات بقى اللي أنتِ تحبيها بقى، عندِك فلفل أسود وملح. وطبعًا أنا حطيت ورق لورا و طبعًا وشوية بهارات. و وتبدأ بقى برشة زيت كده بسيطة، لإن طبعًا الفراخ إحنا عارفين إن هي بتنزل زيوت بتاعتها، فما كترش الزيت فيها. طبعًا كده الصينية جاهزة خالص، إن أنا هابدأ بقى إن أنا اللي أنا باحطها دلوقتي دي الأنثى بتاعة محمد. هابدأ طبعًا إن أنا خرطت كده طماطميتين حلوين كده، وهابدأ إن أنا أنزل بيهم على صينية البطاطس. وهابدأ بقى طبعًا إن أنا أحطها على البوتاجاز. وطبعًا دي كده بعد ما غلت غلوتين كده هابدأ بقى إن أنا أعمل شوية رز. النهارده طبعًا مش هاعمل بقى رز بشعرية ولا حاجة، هابدأ إن أنا هاعمل النهارده رز اللي هو مفلفل، أو رز حبة حبة زي كل واحدة بقى بتسميه. يعني تغيير معنى صح يعني أنا طبعًا عندي ما باحبوش صينية البطاطس ديّة إلا الرز اللي هو حبة حبة. الرز بشعرية ده بقى أمّا بيكون فيه شوربة جنبه أو كده، فبيبقى أخف وأحسن يعني. فطبعًا جِبت حلة كده فيها شوية زيت وحبة الرز كده، هابدأ طبعًا إن أنا أقلّب الرز دي تقليبة حلوة كده لحد ما ياخد لون حلو. وطبعًا أنا باورّيكم البطاطسة بس مش عارفة الكاميرا ما خدتش بالي منها إن أنا مش جايباها على الحلة وأنا باعمل. هابدأ طبعًا إن أنا أحمّر في الرز. طبعًا إيديّا فيه على طول، لإن أول ما بتوصلي أول ما بيوصل بقى إن هو يفلفل معاكِ كده، فبتبقى إيديكِ معاه على طول لغاية ما ياخد اللون الدهبي ده. خلاص. بدأت طبعًا إن أنا أخلّصه أهوّة، هاجيب بقى الرز بتاعي وهانزل عليه. وكل طبعًا ما تنزلي بالرز عليه وتفضلي تشوّحي فيه في الزيت أهو. بدأت إن أنا حطيتها. تفضلي بقى إن أنتِ تشوّحي في الزيت دي كده الرز يطلع معاكِ مفلفل. ما تحطيش مثلًا الرز على طول وتروحي حاطة المَيّة، لأ. بنفضل بقى طبعًا إن إحنا ندّي له تشويحة على طول. ورشة الفلفل طبعًا دي ما تنساهاش، بتخلّي الرز طعمه جميل. ولو عندِك مرقة دجاج، مكعب مرقة دجاج حطيها هيخلي الرز طعمه روعة. هابدأ طبعًا إن أنا باوريكم إن أنا هافضل
يعني إن أنا أشوّح الفلفل في الملح في مكعب المرقة تشويحة على طول كده، بعد كده بانزل بالمَيّة بتاعته والعبوة بتاعته. كده خلاص بقى إن أنا طبعًا بعد ما رُحت بقى عملت قعدت شوية وكده باورّيكم بقى إن صينية البطاطس كده استوت، بس طبعًا أنا مش هاحمّرها لإن طبعًا سِبتها فيها الصوص بتاعها ده كده، حبينا إن إحنا ناكله بكده، ما حبيتش إن أنا أنشّفها خالص، وادّي الرز بتاعي مفلفل خالص وحبّة حبّة ولا مُعجّن ولا أي حاجة خالص، ولونه جميل وريحته روعة. ما تنسيش بس تحطّي المكعب المرقة وشوية الفلفل في التشويحة هيخلّي الرز معاكِ ممكن إن أنتِ تاكليه حاف، يعني من غير البطاطس من غير أي حاجة. طبعًا صينية البطاطس كانت ريحتها روعة، روعة، أهي باورّيها لكم، باقول لكم جميلة كده، فأنا هابدأ بقى إن أنا أطفي عليها لإن أنا عايزة فيها السوس كده، مش عايزاها إن هي ناشفة كده، لأ، أنا باحبها طبعًا عشان الولاد والعيال صغيرين وكده، فبيحبوا إن هي فيها السوس. أهي طبعًا شوفوا دي أنا حاطة بس السلطانية دي كلّها سوس كده، بنحب إن إحنا ناكله بالرز، وادي البطاطس بتاعتنا طعمها جميل وفرحها الفراخ. و وكده يكون غدايا النهارده معاكم. طبعًا بقى بعد ما خلّصنا طبعًا الغدا وغسلنا المواعين وخلّصنا ده كلّه، فقاعدين كده طبعًا يوم الشتا ده بتعوزي بقى تقعدي طول الليل بقى تاكلي وتشربي وحاجات من دي. فبدأت طبعًا إن أنا نخترع اختراع أو نشوفوا أي حاجة كده نعملوها، فطبعًا بعدت طبعًا عن العجن والمخبوزات والحاجات دي، كان مثلًا دي مثلًا عندي العيال يقولوا لي اعملي بلح الشام يا ماما، اعملي مش عارفة إيه، لأ بعدت عن الحاجات دي كلّها. طبعًا كان عندي شوية فاكهة كده يعني كل فاكهة حاجة كده، 4 قرون موز، شوية فراولة، 3 كيوي. فقُلت بقى إن أنا تعالوا بقى أمّا أعمله لكم سلطة فواكه، نعملوها معانا سلطة الفواكه دي طبعًا هي عشق للصيف، فطبعًا أنا عملتها كده بس ما دخّلتهاش التلاجة عشان العيال وكده والسقعة وكده، فأنا عملتها قُلت إن هُم كده يستفادوا بيها وتبقى جميلة وتبقى حلوة ليهم، إن أنا بقى طبعًا أنا هافضل بقى إن أنا أعملها وكده، هاعملها أخرّط طبعًا الفاكهة دي كلّها، هاسيب طبعًا كام فراولاية على كام موزاية وأعمله عصير، وبعد كده هاحطهم بقى أحطهم في أحطهم عصير وبعد كده أسقيهم بيه. طبعًا ما نسيتش الفاكهة الأساسية بتاعتنا الأيام دي اللي هو البرتقان، جبت برضه برتقانتين كده وبدأت إن أنا أقشّرهم هابدأ طبعًا إن أنا أقطّعهم برضه حتت صغنّنة كده مكعبات كده، طبعًا عارفين إن البرتقان طبعًا فيتامين سي حلو لينا في البرد والكحة والحاجات ديّة الأيام دي، فطبعًا ما نسيتش إن أنا أحط لهم برتقان برضه فيه. عندك طبعًا الكيوي برضه هابدأ إن أنا أقشّر برضه 2 كده والّا حاجة، أقطّعهم برضه عليه إن هُم برضه أمّا يشربوا من العصير وكده ما يبقاش ميزة فيه اللذة ديّة المزازة اللي إحنا بنعملها دي أمّا تاخد من العصير كلّها تبقى حلوة، فقُلت طبعًا هاحطها لهم برضه في العصير مع إنها تبقى حلوة. دلوقتي طبعًا جبت بقى البلانشة كده وهابدأ إن أنا البلانشة كده وهابدأ إن أنا أقطّع طبعًا الفاكهة بتاعتي كلّها. جبت طبعًا الفراولة هابدأ إن أنا أعمل بس كمية كده وهاسيب برضه فراولتين زي ما قُلت. طبعًا بقى الكوكتيل ده بيبقى روعة، روعة بعصير المانجا عارفينه، أنتِ تحطّي بقى عصير المانجا كده كوكتيل كده وتعملي تسقيه بعصير المانجا وتسيبيه شوية بيبقى روعة. أنا طبعًا عملت بقى فراولة على اللي متوفّر عندِك، فراولتين على قرن موز على برتقانة، ورُحت عاملاه وطلع جميل خالص. وطبعًا ما ننساش البرتقان في الأيام دي عشان البرد وتحصين الأطفال، يعني أنا اتعمدت أصلًا إن أنا آآ أحط البرتقان في الكوكتيل ده. كده خلاص بقى إن أنا خلّصت الفراولة أهيّة، هابدأ طبعًا إن أنا أجيب الكيوي برضه هاقطّعه حتت صغنّنة. عندِك بقى بُصّي، لو عندِك قرن موز وفراولتين اعملي، عندِك مثلًا فراولة أي نوع فاكهة تاني وبرتقان على سفندي على كده اعملي، أي حاجة. طبعًا أنا عندي الولاد حبّوا الطريقة دي أحسن ما ياخدوا فاكهة أو كده، فكده أمّا ياخدوا كده كل واحد طبق أو كل شوية يروحوا وييجوا عليها كده وياخدوا كان أحسن. بيحبوها إن هي تغيير، بيحسوا كده إن هو تغيير وحاجة جديدة وكده عن إن هُم ياكلوا فاكهة كده.
فانا طبعا بقى بعد ما اتغدينا وكده عايزين حاجه حلوه، فقلت لهم تعالوا بقى ما اعمل لكم حاجه حلوه. ده طبعا كل ده كان في يوم واحد بعد الغدا. و آه، بدأت بقى ان انا اعمل لازم بالليل ده ان انا اقعد اختار لهم اي حاجة، ان انا اعمل لهم اي حاجة. جبت طبعا برضو فاضل الموز اهو، قطعته بقى كده، عملت البرتقال والفراولة والكيوي والموز، وقلبته كده تقريبا مع بعضها. تعالى بقى دلوقتي هعمل ايه بقى. لقيت برضو معايا موز كتير، فرحت قلت اخلطه برضو عليها. هبدأ بقى طبعا ان انا اجيب شفشق الخلاط بتاعي، وهبدأ طبعا ان انا اجيب العصير بتاعي، ان انا اضربه بشوية سكر كده اهو، برتقان وفراولة وقرن موز، وهنزل عليه طبعا بالسكر بتاعي وشوية المية. اه هحط كده 4 معالق سكر او 5 معالق سكر كبار، وهبدأ ان انا اضربه بقى في الخلاط ضربتين كده، ضربتين. وعشان بقى البرتقال طبعا هبدأ ان انا اصفيه، منساش ان انا اصفيه عشان بس البرتقال. هبدأ طبعا ان انا جبت مصفى كده وكوز بقى، وبدأت ان انا اصفيه طبعا زي ما قلت لكم، عشان ال اللي هو بتاع البرتقال ده، ان انا حتى برتقال لو كنت عملت الموز وفراولة بس ما كنتش ان انا صفيته، كنت ان انا اكتفي ان انا اعمله واروح منزله وخلاص عليه. خلاص كده بقلبه برضو تقليبه حلوة خالص اهو. هبدأ بقى ان انا اجيب العصير بتاعي، يا سيدي يا سيدي على الجمال. شوفوا بقى، طبق يستاهل يستاهل. هو طبعا عايز الصيف، بس انا طبعا ما حطيتهوش، سيبته بقى ساعة كده، وساعة كده او ساعة ونص. وبدأت بقى اشوفه بقى لما انا سبته شوية، الصوص بتاعته العصير اصلا شرب من بعضه كده، الحاجة الكوكتيل والحاجة دي شربت من بعضها، فبقى جميل يعني زي ما انتوا شايفين. وكده بقى النهارده الفيديو بتاعي يكون خلص كده. يلا بقى متنسونيش بقى في اللايك والشير وسبسكرايب في القناه، عايزه تشجيع وحماس كده، ان طبعا انا جاي احبط خالص من القناه. يلا اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامه.